وبيرجع علي للزمن بتاعه وبيروح الشركة وبيبدأ يقنع مراته باللي هو شافه وبيقولها ان ابوه كان متجوز في زمن تاني بس طبعا مبتصدقوش وبتقول عليه مجنون. بعد كده بيروح لصاحبه وبيكون مش مصدقه برضه بس بيحكيله عن الطلقة اللي اختفت لما رجع بالزمن بتاعه وصاحبه بيقوله ان الجرح ده عدى عليه 80 سنة ومبقاش موجود وعلي بيكتشف ان لو حد عدى على الزمن القديم للزمن ده بيعدي عليه 80 سنة. صاحبه بيكون مش مصدقه تاني وبيقوله المفروض يروح للدكتور النفساني وان موت ابوه اثر عليه. بيروح علي على صاحب ابوه بيسأله اذا كان يعرف حاجة عنه او ان هو حكاله اي حاجة وبيقوله ان ابوه جابله اخر لوحة وعلي بيشوفها وبتكون مرسوم عليها الست دلال صاحبة البنسيون. وبيروح علي البيت ويبدأ انه يبحث عن موضوع السفر عبر الزمن ولكن مبيوصلش لحاجة بس بعد كده بنشوف علي اللي بيروح للزمن القديم تاني واثناء هو ماشي بنشوف البنت اللي اسمها زينات وبتسأله عن الكتمة بس علي بيكذب عليها وبيقولها ان مفيش كتمة. بعد كده علي بيروح للست دلال عشان يحجز اوضة بس علي مبيبقاش معاه فلوس بس بيجيله دياس وبيدفعله الحساب وبيطلعوا الأوضة وهو دياس. بيقعدوا شوية بعد كده بينزل علي من الأوضة وبيلاقي زينات تحته